أخي لازم تعرف الإخوان شريحة من شرائح المجتمع، فيها اللي يفهم أكتر وفيها اللي يفهم أقل، وفيها الذكي وفيها الغبي وفيها المتعلم. شريحة من شرائح المجتمع فيها كل شيء. بعضهم كان في مجلة ماسك مجلة، ولا بعضهم كان ماسك أسرة، ولا كذا ولا كذا. ده مش معناه أنهم ما يعرفوا كل الحقيقة. صراحة أنا المسؤول عن الصلة بإيران، ودي يعني الإيرانيين يعرفوها والجميع يعرفوها، ما كانت مستخبية. الموضوع لما بدأ الخميني وكان في باريس، تكون وفد وراح، ويعني قبل الثورة الإيرانية، قبل ما يروح ودعمه. لكن قبلها بكتير، كان في السنة اللي قبلها، في أواخر السنة اللي قبلها، يعني نقدر نقول 78. بمجرد ما راح هو في نيوشاتيل، في عند أبو الحسن بن الصدر. نعم. مجرد ما راح يعني كون وفد وراح. وحتى احنا الوفد تكون من ماليزيا، اندونيسيا، السودان، مصر، الاردن، السعوديه، تركيا، العراق، يعني من تونس كمان راح، كان راشد الغنوش الله يديله الصحه. الترابي كان بعد كمان وفد هناك من السودان. لكن يعني طائرة الأولى الخميني، والثانية ياسر عرفات، والثالثة كانت طائرة الوفد اللي احنا أرسلناه. طبعا كانت الشوارع فيها ملايين من البشر، المطار كان مقفول. الكلام ده بعد قيام الثورة بعد بأيام؟ ما وصل الخميني فورا لحقتوا شكلتوا لميتوا على كل طول الدنيا دي فورا. فالمطار كان مقفول. يعني كل ده وانت بتنكر ان في تنظيم دولي للاخوان المسلمين؟ لا، وجدت ايضا في مراجع مختلفة وجود علاقة تاريخية للاخوان المسلمين بالحركة الاسلامية في ايران من ايام حسن البنا. كان هناك علاقة بين حسن البنا وبين الامام محمد القمي، وكان في علاقة بين الاخوان المسلمين وبين حركة فدائيين الاسلام. أي نعم. وفي سنة 54 ذهب نواب صفوي لمصر أي نعم. في حادث مشهور جدا، والقى خطاب في جامعة القاهرة الاخوان المسلمين رتبوه له،